تمت إقالة كاساس الله وياه بإيجابياته وبسلبياته، لكن السؤال اللي يطرح نفسه، مشكلتنا فنية فقط لو فنية وإدارية؟ لا، مشكلتنا إدارية بحتة. مشاكل الاتحاد والمناحرات والمشاكل اللي صالها 3 سنوات واللي غذاها صحفيين وإعلاميين وناس كانت تشتغل بالسابق في اتحادات سابقة في سبيل يعني توسيع الشرخ ما بين أعضاء المكتب التنفيذي، نجحوا به. وما حدث من سمسرة مع كاساس، إذا كان كاساس هو من عملها مو الناس اللي داير مدايرة، فكاساس ما جاب السمسرة ترى من إسبانيا. السمسرة موجودة في داخل الاتحاد العراقي وفي داخل كل الأندية في العراق، وهذا معروف، لا يغشمون نفسهم البعض. السمسرة موجودة ياما لاعبين في ال15 سنة الأخيرة اجوي بتأثير أحزاب وبتأثير ميليشيات وبتأثير سماسرة دفعوا فلوس ووصلوا وما يستحقون منتخبات وشيبوا شعرنا من النتائج المخيبة الآمال، وأيضا مدربين مسكوا منتخبات وفشلوا ويبدو الترويج لهم من جديد. نعم، نحتاج إلى التقويم الإداري والمعالجات الإدارية أكثر من الفنية، وإذا اختارينا مدرب يجب أن نختار مدرب محلي أو أجنبي عليه القيمة ويمتاز بمواصفات يستطيع من خلالها قيادة منتخب بحجم منتخب العراق.